طب بسم الله الرحمن الرحيم. انا اللي مزعلني ومضايقني في ماتش القمه ما بين الاهلي والزمالك في السوبر ان نادي الزمالك بصفقاته بفراودته بخط النص بتاعه اسمه بتاريخه ما عرفش يحط جون في دفاع النادي الاهلي. دفاع النادي الاهلي خامس اسوأ دفاع في الدوري السنه دي. كل فرق الدوري الكويسه ولا الوحشه حطت فيه جوان، ونادي الزمالك بكل تاريخه وكل نجومه وكل حاجه ما عرفش يحط جوان في دفاع النادي الاهلي. ده اللي مضايقني، حتى جون واحد. شكرا، روح لامك. انا عايز اقول لكم يا جماعه على مفاجاه. الاخ اللي سمعتوه ده اللي تقريبا اسمه القاضي اللي ابتدى يظهر في البرامج الايام دي كتير، هو شايف ان الكلام اللي بيقوله ده بيقصف بيه جبهه الاهلاويه. انت بتتكلم جد؟ والحقيقه انا مش عارف هو جاله قلب ازاي وهو اضعف هجوم في البطوله وخسرانها وليه عين يطلع يقلش على الاهلي. وادي هو كمان يا عم واحد ساوي من الاسويه اللي بيقول عليهم ايمن عبد العزيز. يا فرحة امك بيه، يا ريتك تجاب الدكر بط احسن، وكمان خسران واخد حلقه فوق. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتكم وصفحتكم برنامج الصليط الرياضي. وقبل ما نبدا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. ما تنساش اخواتنا واهلنا في فلسطين واهلنا في السودان وفي كل وطننا العربي، ربنا يفك الكرب عن الجميع يا رب. ما تنساش اذا عجبتك الحلقه اخبط اللايك، يعني اذا عجبتك اخبط اللايك ما تنساش، واذا عجبك محتوانا اشترك، يعني هنوصل ل 200,000. طب خلي الفيديو 10,000 لايك، يعني زق معانا الدنيا. يلا بينا نبدا. احنا مختلفين، احنا الحمد لله اسويه جدا. الزملكاويه، الناس اللي بتمرن في الزمالك والناس اللي بتشتغل في نادي الزمالك، احنا ناس اسويه. احنا الصح بنقوله صح والغلط بنقوله غلط على اي حد. انا هقول لك، هو في حد ساوي قدكم؟ هو في حد بيقول على الصح صح والغلط غلط زيكم؟ 100 100 يا ايمن. مدهش. كمل. ده الفرق بيننا وبين اي حد، ان احنا زي ما بقول لك اسويه. احنا مش تبع الموجه ولا تبع اكل عيشنا، احنا ناس بتقول الحق او اللي يرضي ضميرنا او اللي احنا شايفينه. زي ما دلوقتي بتيجي تسالني على زيزو هقول لك ان هو احسن لعيب كوره في مصر، بيلعب في الاهلي، بيلعب في الزمالك، بيلعب في الترسانة. هو زيزو هو راجل انت تقيمه كده، غير الناس اللي زيزو كان موجود في نادي الزمالك فيفضلوا يقولوا عليه ما قالوا مش عارف قالوا ايه، وقالوا ان هو لعيب كوره عادي، وقالوا ان هو راجل بيجري على التريب. ده دلوقتي وهو موجود في النادي الاهلي انتوا عاملينه تمثال، عاملينه اله. احنا اسويه، انا بتكلم علينا احنا، ما بتكلمش انا بربط ده بالحدث بتاع لا 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 لا. المهم بقى ان مهيب لما بيحاول يلحق ايمن فبيقول له يا عم كل الناس اسويه، ايمن يقول له لا 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 لا، اللي هو عايز يقوله يعني ان الزملكاويه بس هم اللي اسويه. بذمتك يا ايمن انت مصدق نفسك؟ ايه انت واخد الدنيا من ورا ولا ايه؟ واخد على المشقلب؟ واضح فعلا انك فاهم موضوع السوي واللي بيقول الحق ده بالمشقلب. هو في حد يسوي يا ايمن يقول الكلام ده؟ لا، هو الزمالك والاهلي بجماهيرهم بيتفوقوا بنسبه مثلا 70 80%. حلو بجماهيرهم بس. انما فنيا في الترتيب اقول لك بيراميدز، زمالك، سيراميكا، اهلي. في حد يساوي يصنف الاهلي رابع فنيا بالطولة من 4 فرق من مصر او من افريقيا حتى؟ كانت هنيله اللي عايز اخالف. بتقول على الزملكاويه اسويه علشان كان بيقولوا على زيزو وهو في الزمالك احسن لاعب في مصر، ودلوقتي بعد ما جه الاهلي بيقولوا عنه برضه احسن لاعب في مصر. وانت مصدق نفسك يا ابني؟ تعبيط؟ هل انت عبيط؟ امال ايه ده مثلا؟ انا عايز انصحك نصيحه. زيزو انا يمكن لما قلت اكل عيشك انت قلت يعني مش حكايه اكل عيشك. انت يا زيزو العب على قد امكانياتك. انت زيزو ما عندكش حته، انت مش حريف ومش هتقنع الناس ان انت حريف. خلاص انت مش حريف. عايز يمسك الكوره ويجري بقى يقع. انت راجل بتروح وترفع اوفر، انت راجل بتروح بسبرنت وبتعمل اوفر كويس. زيزو لعب اكتر من 15 ماتش، ايه انتاجه؟ جاب جونين في فاركو برضه. حته وزيزو من ضمن الاسباب الاساسيه اللي قلبت اوضه اللبس في النادي الاهلي. ما انت دلوقتي سيبك من اوضه اللبس دلوقتي، انا بتكلم على زيزو كلاعب. انت بتقول له العب على قد امكانياتك، انت مش حريف. ده كان بيقول على زيزو احسن لاعب في مصر، صح يا ايمن؟ طب الغندور اللي ما كانش بيقارن زيزو غير بمحمد صلاح، اسمع بقى كده الغندور دلوقتي بيقول ايه على زيزو وبيتكلم عنه ازاي مع تامر عبد الحميد. كابتن تامر بمنتهى الصراحه، احنا ناس بنخاطب الناس بمنتهى الصراحه. الزملكاويه فرحانين ان زيزو ضيع ضربه الجزاء. طبعا اكتر من تعادل الاهلي. ده مليون في المية. ليه بقى؟ ده زادت فرحتهم بتضييع زيزو ضربه الجزاء. لا تصدق فعلا يا ايمن ده انتوا طلعتوا اسويه قوي. طب اسمع دي كمان. الناس تبقى انت ميسي الدوري المصري واروح داخل مرقص الجول وجايب، وده مش هيحصل عشان اخد 100 مليون. وده مش هيحصل بس لكن انا في ماتش عادي سيبك من ضربه الجزاء، مفيش اي بصمه. حتى ضربه الجزاء اللي انت مميز فيها بتضيعها وبتاخد 100 مليون جنيه. طب ما انا هات 20 وانا اضيع لك ضربه الجزاء. انا رايي انا من رايك ولا اي حاجه. لو الا حته بقى انكم بتقولوا على الصح صح والغلط غلط دي. يا سلام،
اسمعوا كده بقى ايمن وهو بيقول الحق في موقف زيزو وبيقارنه ازاي بموقف بتزيرة. عايزين تحكي الموضوع حاجه بحاجه يا عم. موقف زيزو غير موقف بتزيرة خالص. ده راجل اجنبي، ده لعيب وده لعيب، وده راجل خسران وده راجل كسبان. اجنبي في ايه؟ ده لعيب محترف وده لعيب من نادي محترف. الزمالك بطريقه ما، تمام، وده لسه جاي. ايه العلاقه بين بتزيرة زيزو؟ يقول لك بتقارنه ايه بايه؟ مش بقول لكم واخد المواضيع بالمشقلب. هو شايف ان بتزيرة ولا بزيرة ده اللي ما سلمش على ممثل الحكومه المصريه، ممثل الحكومه المصريه واخد بالك عادي، راجل خسران ومش واخد باله اساسا. لكن لو زيزو ما سلمش على واحد كان سبب في شتيمه اللاعب باهله واهل بيته، عيبه ما يصحش. غير بقى يا جماعه ان قمه التدليس اساسا ان يتقال ان زيزو ما سلمش. وانا هعرض لكم الفيديو تاني اهو زيزو رفع ايده علشان يسلم، بس هشام نصر فضل مثبت ايده وما رفعهاش، وهو بنفسه اعترف بكده، فاللاعب كمل على طول لخالد مرتجي. فين بقى يا ايمن كلمه الحق في المشهد ده؟ طب فين كلمه الحق في الشتيمه اللي بيتعرض لها اللاعب؟ يا راجل ده ما حدش فيكم قال عيب. هل في حد سوي بقى وبيقول الصح صح والغلط غلط يبرر او يتجاهل الخوض في عرض لاعب؟ اسويه مين يا ابني وانتوا اعلامكم بيمثلوا انت والدرديري والدجال والغندور والهزازين والاصفر والهجاص والفخراني وكتير، يعني مش عايز انسى حد. اسويه مين؟ هل في حد سوي بيسخر اعلامه ليل نهار للنهش في لاعب؟ لا وكمان بعد ده كله طلع بمنتهى التبجح تلقح على جمهور الاهلي انهم مش اسويه. انا عايز افاجئك واقول لك مفيش حد سوي اساسا يقول الكلام اللي انت بتقوله ده. يهبل يهبل يهبل. والسؤال بقى يا جماعه، هل الكلام اللي بيتقال ده يتماشى مع الاكواد الاعلاميه؟ يعني واحد يطلع يقول ان جمهور الاهلي عامل زيزو اله ويلقح على جمهور الاهلي انه مش ساوي، ده عادي بيعدي كده؟ يعني اتمنى ان اللي بيتابع البرامج دي والمسؤول عن مراجعه المحتوى بتاعها يصحى، علشان واضح كده انه مصطفى الفخراني على الفيسبوك. هو ليه اي اهلاوي فاكر انه كبر في نظر المجتمع لما يشير صوره الكاس او لقب؟ اصحى فوق، انت زي ما انت محلك سر، مستحيل هنقول عليك عبقري وصاحب فنيات عاليه. جايين عايز ايه فهمني؟ ايوه عايز ايه؟ جاي هيقول فهمني عايز ايه؟ ده يا جماعه واحد كمان من الاسويه اللي بيقولوا عليهم ايمن عبد العزيز، الاسويه الصفوه اللي بيفهموا غير اي حد، مصطفى الفخراني. مصطفى الفخراني اللي بنعاني اساسا علشان نفهم هو عايز يقول ايه، مش علشان هو عبقري، لا علشان مش بيجمع كلمه من هنا على كلمه من هنا. المهم انه يحشر اسم الاهلي وكل همه انه يقلل منه ويقلل من جمهوره، واللي هو عايز يوصل لنا يعني ان احنا مش ابطال، يعني ما نصدقش نفسنا. حصلت افريقيا اللي لما بيطلع بره بيتهان وبيبان على حقيقته شايف اننا مش ابطال، والبطولات اللي بناخدها هنا بناخدها بشكل تاني غير ان احنا ابطال. طب يا عم بناخدها هنا كده، طب وبالنسبه لافريقيا؟ طب انت نفسك ما بتاخدهاش هنا عشان بتتظلم، طب بتروح ليه افريقيا تبقى حصاله؟ تيجي تساله كده يقول لك ما هو انتم مسيطرين على الكوكب كله، عايش في ميه المخلل. اهم حاجه مع كل بوست او فيديو يتكلم فيه لازم يقول لك انه عبقري ومفيش منه، ويقول لك انا نظر اي حد ومحدش يقف قدامي. انا بلوى صوتك، انا سفاح، انا شراني، انا بلوى صوتك. انت عارف يا فخراني، انا اول ما بشوف لك بوست او فيديو المشهد ده على طول بيجي في بالي. اهدى شويه كده، كل ما الاهلي يفوز ببطوله تفضل تصيح وتكتب كلام اهبل، فاكر بقى انك بالكلام ده عبقري. انت مش عارف رد فعل الناس لما بتقرا كلامك او بتسمعه بيبقى ايه؟ طب بسم الله الرحمن الرحيم. انا اللي مزعلني ومضايقني في ماتش القمه ما بين الاهلي والزمالك في السوبر ان نادي الزمالك بصفقاته بفراودته بخط النص بتاعه اسمه بتاريخه ما عرفش يحط جون في دفاع النادي الاهلي. دفاع النادي الاهلي خامس اسوأ دفاع في الدوري السنه دي، كل فرق الدوري الكويسه ولا الوحشه حطت فيه جوان، ونادي الزمالك بكل تاريخه وكل نجومه وكل حاجه ما عرفش يحط جوان في دفاع النادي الاهلي. ده اللي مضايقني، حتى جون واحد. شكرا، روح لامك. انا عايز اقول لكم يا جماعه على مفاجاه. الاخ اللي سمعتوه ده اللي تقريبا اسمه القاضي اللي ابتدى يظهر في البرامج الايام دي كتير، هو شايف ان الكلام اللي بيقوله ده بيقصف بيه جبهه الاهلاويه. انت بتتكلم جد؟ والحقيقه انا مش عارف هو جاله قلب ازاي وهو اضعف هجوم في البطوله وخسرانها وليه عين يطلع يقلش على الاهلي. وادي هو كمان يا عم واحد ساوي من الاسويه اللي بيقول عليهم ايمن عبد العزيز. يا فرحة امك بيه، يا ريتك تجاب الدكر بط احسن، وكمان خسران واخد على قفاك. ثانية أنا عمر ما قلت إن النادي الأهلي بياخد بالحكام، استحالة، يبقى أنا راجل مجنون. لا، بطولات النادي الأهلي 90% منها وده اعتراف مني، ده شطارة إدارة، شطارة إن أنا أعرف أجيب فلوس كويسة، أجيب لعيبة مميزة، ودي شطارة إدارة. لكن السوبر ده والسنة اللي فاتت الدوري السنة اللي فاتت بتاع بيراميدز النادي الأهلي اتجامل، والسنة دي دوري البطولة السوبر المصري اتجامل بالتحكيم. ما هديك الرأي الحمار. لا اسويه فعلا زي ما قال ايمن عبد العزيز. شايفين يا جماعه ان كره الجزيري لمسه اليد ما فيهاش حاجه وكره بن شرقي لمسه يد. طب دول بقى الواحد يقول لهم ايه؟ انا بجد مش هرد بقى على القصه دي، انا زهقت. احنا كل يوم بنتكلم في نفس المواضيع. انا لو بعلم في بهيم كان فين؟
مباريات كتيره جدا جدا في دوري القسم الثاني، هي معظم المباريات اللي انا علقتها كانت في دوري القسم الثاني. كان الشرقيه للدخان بيلعب في دوري القسم الثاني، وكان بيلعب فيه حسين الشحات. فكان بعض اللعيبه تيجي تقول لك انا لعيب اسمي كذا، اسم الشهره بتاعي كذا، وكان في اسماء شهره كتير بتجي لنا مثلا وكنا بنرفضها. فكان حسين الشحات بيجي لنا كمعلقين يقول انا اللاعب رقم 24 او مش متذكر رقم كام في صفوف الشرقيه للدخان، اسم حسين الشحات بس اسم الشهره بتاعي حسين قله، ما تقولش حسين الشحات، قولوا حسين قله. والله هذا حدث. فكنا بنرفض كمعلقين نقول ان احنا مش هينفع نقول اسم الشهره ده في التلفزيون، يعني حسين قله اللي هو كان قله اسم الشهره الخاص بحسين يعني. وحتى زمايله بينادوه كده مبروك يا قله مش عارف ايه، وهو بيرد عليهم. لما احنا الموضوع اثير قبل كده الناس دخلت على صفحه حسين لقيت ان كل اصحابه بيقولوا له الاسم وهو بيحبه على فكره. انا والله لو اعرف ان هو بيتضايق من الاسم انا مش هذكره ولا هقول، لان ربنا سبحانه وتعالى ولا تنابذوا بالالقاب. فانا اقسم بالله لو الاسم بيضايق حسين مش هقوله، بس انا عارف ان حسين بيحب الاسم ده. فعشان كده برضه عايز اساله انت يعني اخفيت الاسم ده مؤخرا ليه؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، ماذا لو يا حسين خوان بزيره سجل هدف وواحد من اصحابه او زمايله في الجهاز الاداري والفني رمى له قول له مثلا ومسكها كسرها، هيرد عليك بقى ويحاول يسخر منك ويقلل منك. ايه ده؟ مين الراجل العبيط ده؟ ادي يا جماعه واحد كمان من الاسويه اللي بيقول عليهم ايمن عبد العزيز، شغال مذيع في غرزه مسمينها راديو الزمالك. انا مش هذكر اسمه، انتوا افتكروه بس بمذيع القله، لانه طالع يتكلم على حسين الشحات بيقول لك كان اسم الشهره زمان بتاعه حسين قله. ده انت عيل قليل الادب، والادب مش هينفع معاك. والضحك بقى ايه؟ بيقول لك حسين كان بيحب اللقب ده، ولو هو عارف انه مش بيحب اللقب ده ما كانش هيقوله. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنابذوا بالالقاب. لا مؤمن ما شاء الله عليه، قلبك عامر بالايمان. وفي الاخر بقى ايه؟ بيتساءل وبيقول له هو انت يا حسين اخفيت اللقب ده ليه؟ ولو لاعب زي بتزيره احتفل وكسر قله بعد الهدف اكيد هتتضايق يا حسين. انتوا مستوعبين يا جماعه هو بيقول ايه؟ طب مش معنى كلامك ده ان هو ما بقاش حابب الاسم زي ما انت بتقول؟ ده لو افترضنا يعني ان روايتك اساسا صحيحه، طب بتذكره ليه؟ وايه الهدف اساسا؟ انت مش بتحلف وبتقول ان حسين لو مش بيحب اللقب ده مش هتقوله؟ طب ما انت اهو طالع تعايره بيه. هو انت فاهم ولا مش فاهم انت بتقول ايه، ولا انت ايه اساسا؟ ولا انت حمار ولا انت فاهم حاجه. طبعا الاخ اللي بيشتغل في غرزه اسمها راديو الزمالك اللي بيتعمل فيها كل الموبقات الاعلاميه طالع بيذكر اسم شهره الله اعلم من صحته انتقاما من حسين اللي لسه معلم عليهم بحجه قال ايه يعني حسين اتريق على بتزيره. وزي ما قلت لكم قبل كده هم شويه ناس اساسا ما عندهمش مبدا، لان مش منطقي ان انت طالع بتنتقد واحد ان هو اتريق على حد فانت تتريق عليه وتستحضر له اسم على كلامك كان شهره ليه زمان. فالناس دي يا جماعه ما عندهمش مبدا ولا بيدافعوا على افعال، لا، لان لو بيدافعوا عن فعل مش حلو مش هيعمل فعل اقبح منه. طب ادي يا فالح بقى الناس كلها اللي ما تعرفش اسمك هترتبط معاهم ذهنيا باسم مذيع القله. يلبس النهارده اتحاد الكوره لجنه المسابقات طلعت بيان خاص بعقوبات السوبر، توقيع غرامه ماليه على نادي الزمالك قيمتها 100,000 جنيه للسباب الجماعي من جماهيره، وتوقيع غرامه ماليه على نادي الزمالك 100,000 جنيه للسباب الجماعي من جماهيره في الدور نصف النهائي اللي هو بتاع بيراميدز، يعني 100,000 جنيه في ماتش الاهلي 100,000 جنيه في ماتش بيراميدز، وتوقيع غرامه ماليه على الفينا بيزيرا لاعب الزمالك قيمتها 50,000 جنيه لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج. ما سلمش على حد خالص. واتحط البيان وخلاص. فجاه اعتذر اتحاد الكوره وطلع بيان تاني قال فيه توقيع غرامه ماليه على النادي الاهلي ضاف يعني على العقوبات دي 100,000 جنيه بسبب السباب الجماعي من جماهيره في المباراه النهائيه امام الزمالك، وغرامه 50,000 جنيه على احمد مصطفى محمد السيد زيزو، وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكول برضه الخاص بمراسم التتويج. والدي كان دايما يقول لي يا جابر سايس الناس يا جابر. بالظبط كده، سايس الناس يا جابر. اتحاد الكوره بيقوم بدور خالتي مجاملاهم، اللي هو احنا مش عايزين وجع دماغ يا جماعه، كله هيتعاقب ونريح دماغنا. خوان بتزيرا يتعاقب وزيزو يتعاقب هو كمان، جمهور الزمالك يتعاقب وجمهور الاهلي بالمره. اهم حاجه يا جماعه هي مساواه، وسيبك ان هم نزلوا عقوبات الاول عقوبات الزمالك بس من غير عقوبات الاهلي، وبعد كده عدلوا البيان بتاعهم وضافوا عقوبات الاهلي. الله اعلم ايه اللي حصل ولا مين قال لمين يحط ايه ولا يعمل ايه، الله اعلم. اهم حاجه واللي عايزين نوصل له في الاخر ان اتحاد الكوره عايز يخلص الدنيا بدري بدري عشان ما حدش يقدم اي شكاوي تاني والحوار يتقفل على كده. مفيش حد بيتعاقب على عقوبه مرتين، الزمالك قال لك هروح لجنه الانضباط هروح ما اعرفش فين، وبعدين الاهلي لما عامل البيان بتاع زيزو الصبح برضه عايز يعاقب، فوانس ان لجنه المسابقات اخذت قرارات فيها عقوبات يبقى الموضوع ما يتعرض على الانضباط هتقفله تقول لك لا يعاقب الشخص على شيء مرتين. هو عايز يقفل الباب ويريح دماغه اتحاد الكوره، فاما عاقب زيزو بال 50,000 وقصادها بيزيرا الناحيه الثانيه 50,000 يبقى دي قصاد دي وقفلنا، والسباب هنا الاهلي بيقول لك انا اللعيب بتاعي بيتشتم، طب 100,000 على الزمالك اهو نتيجه الشتيمه 100,000 هنا وخلصنا، وما ايه يا دار ايه؟ ما دخلك شر، مع ان الشر كله يكمن في دارهم هم. اتحاد البسطرمه ده اتحاد ومنظومه ولا اي حاجه تشغلها ولا يفرق معاها حاجه غير ان هم يمشوا الدنيا وان القلعه البيضاء تكون مبسوطه، ولا يفرق بقى معاهم شكلهم ولا يفرق معاهم حتى الكوره في مصر. احنا اقدم اتحاد كوره في المنطقه كلها، وما شاء الله الكل عمال يتطور حوالينا ويروحوا في حته ثانيه واحنا يا ريتنا واقفين في مكاننا، لا ده احنا بنرجع لورا. وكل ده ليه؟ عشان نحافظ على مكاننا في اتحاد الكوره، وعشان نرضي النانوس الفاشل اللي على الحجر. تمام كده انا ماشي حلو اهو زي ما انت عايز. بس لا،
لا المره دي مش هينفع تعدي زي كل مره. وان كان ان اداره الاهلي مش هتقدر تقدم شكوى في لجنه الانضباط، ولكن ممكن تقدم شكوى في الجمهور القذر. وانا هنا بقصد اي حد تلفظ وشتم زيزو في المدرجات، وكله متصور معروف مين اللي عمل كده. لازم زيزو واداره الاهلي يلحقوهم قضائيا. لما هو مفيش ادب يبقى نتربى. هنا لما تحصل حاجه زي كده مفيش حاجه اسمها عقوبات فلوس. اوقف ما تدخلش. يعني المدرج اللي هو عمل ما يخشش. يعني يخشش ده حبس. انا ليه اتشتم؟ انا ليه اتشتم بابويا وامي واختي وبمراتي؟ هو ليه كابتن في السعوديه انا مش بلعب كوره والامارات في الدوري عندهم ما بيحصلش الكلام ده. محدش يقدر في حبس زي ما قال لك. انت بتشتمني بامي وابويا واختي لا يعني تنتقد اللعيب زي ما انت عايز في الملعب. يا عم هو ده ما بيعرفش يلعب. لكن ايه ذنب زوجته ولا والدته؟ لا طبعا ولا والده. طبعا ده كلام الناس العاقلين. بالظبط كده يا باشا. طالما انت اتحاد كوره او رابطه ما بتنفذوش اللائحه مظبوط ومش بتعاقب الجمهور العقاب اللي يستحقه، يبقى خلاص يتحبسوا عشان يتربوا. ما هو اللعيب ده مش مستباح، مش عبد عندك تشتمه بابوه وبامه وتجيب سيره مراته. لا لما يتحبسوا هم يتربوا، وغيرهم كمان اللي شافوهم بيتحبسوا يتربوا هم كمان وما يعملوش كده تاني، عشان دول علم تخاف ما تختشيش. ومحدش يقول لي بقى فاكر اللي كان بيحصل لشيكابالا، لان انا فاكر كويس اللي كان بيحصل من شيكابالا وعرضت لك جزء منه في الحلقه بتاعت امبارح. وبالرغم من قله ادبه الا اننا برضو وقتها كنا بنقول لجمهور الاهلي احنا مش عايزين تجاوز، احنا مبدأنا واحد في كل الظروف. ولكن في الاخر ما تجيش تساوي بين عقوبه جمهور الزمالك وجمهور الاهلي. يعني جمهور الاهلي ما عملش حاجه، وحتى لو قال اي حاجه وحتى دقوا الشماسي اللي كانوا بيتكلموا عليها دي معناها دوسوا عليهم حتى في اللعب، مش لازم تاخدوها في السكه الشمال بتاعتهم. وحتى يا سيدي انت بتقارنها بالسب بالاب والام والخوض في الاعراض، وفي الاخر غرامه 100,000 جنيه ليه انا وانت، وعارفين كمان ان الزمالك ما بيدفعهاش. وحتى لو بيدفعها هو ده رقم يخلي اي حد من الجمهور انه يبطل تجاوز؟ انت كده كأنك بتساوي بين واحد ضرب واحد تاني بالقلم وبين واحد فقع عين التاني. لا وكمان بيساوي بين خوان بتزيرة اللي ما سلمش على 3/4 اللي واقفين على المنصه، منهم وزير الرياضه، بزيزو اللي ما سلمش على هشام نصر بس. وتاني بقول لاداره الاهلي ما تسكتش على الموضوع ده وتحاولوا تصعدوا باي شكل، لان هشام نصر هو اللي ما سلمش على زيزو. وادي الفيديو تاني، هشام نصر هو اللي ما سلمش على زيزو. زيزو هو اللي كان رافع ايده لما كان بيسلم على اللي قبله وفضل رافعها، فما لقاش هشام نصر رفع ايده فكمل في طريقه عادي وسلم بعدها على خالد مرتجي. والفيديو التاني ده بقى يا جماعه لازم ياخد حقه، ولازم اداره الاهلي تستخدمه او تقدمه لاي حد، لان ده اعتراف رسمي من هشام نصر ان هو اللي ما رفعش ايده. انا تحسبا من الشخصيه يعني ما رفعتش ايدي للسلام عليه. ده اعتراف رسمي منه اهو ان هو اللي ما سلمش عليه. يبقى ازاي زيزو هو اللي اتعاقب يا ظلمه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. زي ما قلنا ان زيزو لازم يقدم بلاغات في اللي خاضه في عرضه، لازم كمان اداره الاهلي تقدم بلاغات في اللجان اللي شغاله ليل نهار قله ادب وتطاول غير مبرر. زي واحد كده المفروض انه صحفي وكل يوم تطاول وقله ادب على النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب وباقي اعضاء مجلس الاداره. يعني بص ده كاتب ايه؟ زيزو وخالد مرتجي واخلاق البوتوكس، وتقرا الكلام حاجه قمه في الوضاعه. لا ومش شغال اللي على الاهلي ومجلس ادارته بس. انا عايز اعرف المجلس الاعلى للاعلام فين اللي بيحصل ده؟ هو ده مش اساءه في استخدام السوشيال ميديا؟ هو ده مش نشر الاخبار مزيفه ومغلوطه؟ هو ده مش نشر للفتنه والتعصب؟ انا عايز اعرف هو ليه ما حدش بيعاقب على الكلام ده؟ في حد حميه مثلا؟ ما حد يفهمنا يا جماعه. عموما يا ريت المهندس خالد مرتجي والكابتن محمود الخطيب ما يسكتوش على قله الادب دي، عشان كده كتير وبقت حاجه لا تطاق. انتوا حاجه تقرف. هو الكلام اللي بيقولوه انه كان يعني هو عنده يقين انه اللجان بتاعت الزمالك هي اللي اخذت التعليمات بالبلدي من اداره الزمالك لمهاجمته والسباب من الجمهور. لا هو ده ما حدش يقدر يثبت الكلام ده. ده الكلام اللي بيحصل. وده كلام معلش انا كلاعب ما اسمعش الكلام ده. انا بعد اذن حضرتك النهارده الجماهير بتطلع دلوقتي بتهتف هتافات مالهاش دعوه بالكوره، غريبه جدا يعني. ايوه بقى دول هتقول بقى اصل حد في مجلس الاداره. لا حد قايل لهم. فعلا دي حاجه غريبه قوي يا مجدي. بقى معقول حد من مجلس الاداره هو اللي هيحرض بعض الجماهير ان هم يشتموا زيزو في المدرج؟ طبعا لا، دي حاجه مستحيله، مع انك بتقول ان الجماهير بتهتف هتافات مالهاش علاقه بالكوره. يعني في حاجه غريبه بتحصل في المدرجات وخصوصا مدرجات القلعه البيضاء، يعني اكيد في حاجه غلط. بس انا هصدقك يا مجدي عشان عارف انك صاحب مبدا وعمرك ما هتغيره ابدا. بس قول لي يا ابو الكباتن، يعني انت لو مكان زيزو هتعمل ايه؟ هتعمل ايه وانت في الملعب وسامع الكلام ده؟ تخيل انك تبقى مكانه، ولا بلاش انت كده ممكن تبقى عادي بالنسبه لك. تخيل لو حد محترم وعنده نخوه وسامع جمهور زي ده عمال يجيب سيره مراته، ويجي بقى واحد ويكون هو من ضمن اهم الاسباب اللي خلت الجمهور ده يقول الكلام ده والمفروض ان هو يسلم عليه، هيعمل ايه؟ يقصد ان هو مش قادر يحط ايده في ما يطلعش بالظبط. لا اطلع انا طالع فرحان واخد السوبر يا كابتن، ما اطلعش ازاي؟ طب ما خلاص يبقى تسلم المباراه. يبقى ازاي ما اطلعش؟ تعمل كده يا تسلم كده. لا مش هعمل كده يا كابتن مجدي. ايه ده؟ يعني انت لو مكانه هتعمل نفس هعمل نفس الموقف. هتاخد 50 بقى مش مشكله. شفت الفرق يا مجدي؟ ده الفرق اللي بين حد عنده نخوه وبين حد تاني كل همه التوتو. مش انت برضه مسمي الفلوس التوتو؟
الفلوس بتذل النفوس يا انسه. المهم يا جماعه، مجدي قال لنا من شويه ان مستحيل ان حد من مجلس الاداره يكون حرض اي حد من الجمهور على انه يشتم زيزو. احنا طبعا صدقناه، احنا متاكدين انه عمره ما يكذب ودايما متسق مع ذاته، واكيد قال الكلام ده عن تجربه. يا ريت بقى يا مجدي تشرح لنا تجربتك اللي اكدت لك ان مستحيل اي مجلس اداره او مسؤول يحرض جمهور او لجان على لاعب او على اي حد عموما. الجمهور بيخش يشتمنا على السوشيال ميديا، اللجان مسلطين اللجان يخشوا يشتموا. ده راجل مسؤول. مجدي بعد اذن حضرتك بس، هم مسؤولين اللي بيخلوك تتشتم. ما انا مجدي عبد الغني جاب 500 بطوله للنادي الاهلي، انت بص تلاقي واحد ما عندوش فكره على البطيخ جاي بيشتمك على السوشيال ميديا. مين اللي قال له؟ صحيح يا كابتن، مين اللي قال له يشتمك؟ طب ده هو ده وشك ولا الاولاني اللي كان وشك؟ اللي هو اي كلام. لما كان الكلام على زيزو يقول لك مستحيل مجلس الاداره او اي مسؤول انه يعمل كده، ولما اتكلم بقى على نفسه قال لك مسؤولين، ونوه كده ان هم اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ان هم اللي بيحرضوا اللجان عشان يشتموه. انا قرفت منكم صراحه، انا قرفت منكم، بقى عندي مرض نفسي منكم. وعلى ذكر اللجان بقى، فانا اللي جاي ده ما اعرفش هو لجنه ولا لا، الله اعلم عشان ما اظلمش حد. هو واحد من جمهور القلعه البيضاء على السوشيال ميديا وليه متابعين كتير، وكل حاجه بيقولها سواء في التحكيم او اي حاجه تانية عباره عن تدليس، مفيش اي حاجه بيقولها صح، وتلاقي عنده هيصه بقى في التعليقات والشيمه في الاهلي وفي زيزو وفي اي حد يخص الاهلي. وتعالوا نشوف كاتب ايه. ده ربنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. احنا في اكتر فتره بيحصل فيه انتكاس الفطره وتدهور للاخلاق، وناس قادره تقلب الحق باطل والباطل حق. احنا ربنا كتب علينا اننا نعيش مع ناس بتتكلم وبتتناقش وبتساوي اللقطتين دول ببعض. ربنا هيحاسبكم والله على الضلال ده. وعرض لنا الصوره دي بقى والفرق بين بتزيرة وزيزو، اللقطتين اللي هما الاثنين ما سلموش فيها على بعض، وهو اللي زعلان ان اللقطتين اتساووا. قلبك عامر بالايمان. بجد يا جماعه الواحد مش عارف يرد ويقول ايه. ده احنا اللي بنقلب الباطل حق والحق باطل. طب انا مش هجيب لك الفيديو اللي جبته في اول الفقره، انا كده كده جبته، ولا هجيب لك كلام هشام نصر بنفسه اللي قال فيه انه ما حاولش يرفع ايده عشان يسلم على زيزو. انا هجيب الصوره اللي انت ناشرها مع كلامك ده ونخلي الناس بنفسها هم اللي يقولوا هم شايفين ايه. يلا يا بيه. شايف ايه حضرتك في الصوره؟ بلاش انت عشان انا عارف ردك، لانك حتى لو جبت لك هشام نصر بنفسه وقال لك انا اللي ما سلمتش عليه برضه هتقول نفس الكلام، هو اللي هو حصل فعلا من هشام نصر وانت بتقول نفس الكلام. فما علينا، خلينا نوجه الكلام للجمهور احسن. في لقطه خوان بتزيرة على الشمال، شايفين ايه يا جماعه؟ انا شايف بتزيرة منزل ايده والمسؤول هو اللي مادد ايده وبتزيرة ما سلمش عليه، ومحدش يقول له اصله برازيلي، اصل السلام ده مش محتاج لغات، هو اللي مخنوق ان هو خسر وما عندوش روح رياضيه، على الاقل خالص تتحسب كده. المهم بيقولوا لنا انتوا شايفين ايه. تعالوا بقى للصوره اللي على اليمين، زيزو هنا مش رافع ايده قبل ما يوصل لهشام نصر ومكمل لحد خالد مرتجي، وكل ده هشام نصر ما رفعش ايده خالص. قولوا لنا انتوا شايفين ايه بقى يا جماعه، عشان البيبي يتهمنا احنا الاهلاويه وفي اللقطه دي تحديدا اننا احنا اللي ما بننتقيش ربنا، اللي هو لا تعليق. هقول لك ايه، حسبي الله ونعم الوكيل. ناس ما عندهاش دم. بس كده، دي كانت كل حاجه معانا النهارده. كان معاكم محمد كمال، وما تنسوش توصلوا الفيديو ل 10000 لايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وعجبك الفيديو. يعني لو عجبك الفيديو اشترك في القناه، عجبك برضو الفيديو اخبط اللايك. وكان معاكم محمد كمال وانا مصطفى طلعت، السلام عليكم.